بيبدأ فيلم النهاردة على فريق اقتحم مكان ولسه بيحققوا مع واحد اكتشف واحد من الفريق قنبلة مع الرهينة ونبه اصحابه ونط على الراجل وضحى بنفسه عشان ينقذ فريقه. حس قائد الفريق ان هو السبب في موته، راح لزوجته وابنه اللي اسمه إكزي واداهم ميدالية وعليها رقم تليفون وقال لهم على شفرة وسابهم ومشي. بعد 17 سنة في الأرجنتين عصابة قبضت على بروفيسور اسمه أرنولد وراح ينقذوا واحد من نفس الفريق وقتل كل الموجودين، وواضح انهم مدربين جدا لانه خلص عليهم في ثواني. وخبط الباب عليه، راح يشوف مين، طلعت واحدة من وراه وشقته نصين. عرف الفريق بموت صاحبهم اللي كان اسمه لانسلوت وعملوا اجتماع وكانوا بيسموا نفسهم كينجز مان، الراجل الذهبي يعني، وشربوا كاسين بيحتفلوا بموته يعني. وبدأوا يختاروا بديل ليه، ان كل واحد من المجلس يقدم شخص من طرفه للاختبارات زي كلية الشرطة كده. ظهر إكزي وجوز امه بيعاملوا وحش. امك حامل. وراح عمل مشكلة مع أصحابه وسرق عربية واحد من أصحابه وبيخربها له وجري بيها، والشرطة مسكته وكانوا بيحققوا معاه. قال لهم هتصل بالتليفون، فاتصل بالرقم اللي على الميدالية وقال لهم الشفرة. طلعوه من الاسم فورا واستناه صاحب أبوه اللي كان اسمه جالهاد وكان اسمه الحقيقي هاري هارت، وقابله وقعد معاه في حانة. وقعد هاري يوبخه على انه هو مميز وعنده خبرات كتير وكان بيحاول يحافظ على امه. ولما قدم في البحرية سابها عشان امه كانت خايفة عليه. دخل الحانة عليهم عصابة جوز امه وعاوزين يضربوه عشان اللي عملوا فيهم. هاري حاول يهديهم ويمشيهم بس اتريقوا عليه. قام وقفل باب الحانة وعلمهم درس. ضرب الأول بكوباية وبدأ يكسر فيهم كلهم. والراجل ده أنا انبهرت بأسلوبه في القتال وفي الكلام كمان، تحس إنه راجل محترم كده. وبعد ما عدمهم العافية وكلهم فقدوا الوعي ودع إكزي وساب كاميرا على كتفه ومشي. روح إكزي ومسكه جوز امه وقعد يضرب فيه عشان يعرف مين اللي كان معاه، مرضيش يقول له. ولما مسك السكينة وكان هيقتله اتدخل هنا هاري وكلم جوز امه وقال له سيبه او هبلغ عنك وعن نشاطك الإجرامي كله. اتجنن طبعا لانه مش عارف مين اللي بيكلمه. ولما ساب إكزي قال هاري لإكزي تعالى لي في المحل اللي قلت لك عليه. ولما راح له عرض عليه انه يكون عميل كينجز مان. قال له جاسوس يعني؟ قال له ايوه. ولما وافق خدوا معاه لمكانهم عشان يدربوه واستلموا عميل اسمه ميرلين ودخلوا على مجموعة وقال لهم انه هيتم اختيار واحد منكم بس مكان لانسلوت اللي مات، وعرفهم انهم في اختبار. وتعرف إكزي عليهم واتريقوا عليه 3 منهم. وظهر واحد مليونير بيحاول ينقذ العالم اسمه فالنتاين اللي كان خاطف أرنولد اول الفيلم وباين عليه مجنون قوي. ونرجع تاني للطلبة اللي كانوا بيختبروهم. ولما كانوا نايمين الأوضة اتملت مية وابتدوا يصحوا ويحاولوا يلاقوا مكان يتنفسوا منه. وفعلا قالت لهم واحدة منهم مواسير الاستحمام وقعدوا يتنفسوا منها. بس الوحيد إكزي اللي كان بيحاول يحل المشكلة حاول يفتح الباب وراح ناحية الحيطة وقعد يضرب فيها لحد ما اتكسرت، وكانت مراية. ولما اتكسرت لقوا نفسهم جوه الأوضة التانية. وطلع لهم ميرلين واتبسط بإكزي وروكسي وعرفهم انهم كلهم فشلوا في العمل الجماعي لان واحدة منهم ماتت. وبنروح لهاري اللي راح للبروفيسور أرنولد يحقق معاه وسأله عن صاحبه. وفجأة انفجرت دماغ الراجل وطرطشت على هاري اللي داخ ولقى 2 بيحاولوا يقتلوه، فحط قنبلة ونط من الشباك وركب عربيته وجري. وفالنتاين المليونير شايف كل ده على الكاميرا وهو اللي فجر أرنولد. وسأل الحارسة بتاعته عن المنظمات اللي بيلاحقوه، أكدت له إنها تواصلت مع المخابرات الروسية والإنجليزية والموساد وبكين كمان، ومحدش منهم عرف العميل اللي مات. وطلب منها تسريع الموضوع. وظهر ميرلين وهو بيدرب الطلبة وادى كل واحد فيهم كلب. ووقتها كان هاري في غيبوبة ومركبين له أجهزة ومش عارفين هيفوق امتى. وظهر فالنتاين وكان معاه ملكة انجلترا ورئيس الوزراء بتاعها وكان بيعرض مشروعه عليهم. وافق رئيس الوزراء فورا. اما الملكة قالت له انت مجنون قوي. ولما راحت تقوم مسكتها الحارسة بتاعته وكمل هو كلام وقال لها انا عاوز منك انك توافقي على مشروعي وتبلغي موافقتك عليه عشان الناس توافق. رفضت طبعا وخدتها الحارسة بتاعته. ولما طلعت بيها استنجدت بحراسها وبدأت الحارسة تضربهم وتقتلهم من غير سلاح. وساعتها زرعوا شريحة لرئيس الوزراء في رقبته. ولما فاق هاري وجاله إكزي يطمن عليه ووصل ميرلين كمان شرح الوضع لهاري وقال له ان أرنولد مات علشان كان في شريحة في رقبته وانفجرت. وميرلين اتعقب الشرايح دي وعرف بمؤسسة فالنتاين وصاحبها. وعرفوا إكزي ووراهم الإعلان بتاعه واتفاجئوا بيه. وفي الإعلان كان بيتكلم فالنتاين عن شرايح تليفون بيعملها مجانية بإنترنت مدى الحياة
الحياة مجاني. وطلب هاري من ميرلين انه يحدد ميعاد مع فالنتاين على اساس ان هو يتبرع للمؤسسة بتاعته. وبنرجع لميرلين والفريق بتاعه وركبوهم طيارة، والمفروض ان هم ينطوا منها بالمظلات وينزلوا على الهدف من غير الرادار ما يشوفهم. وروكسي كانت خايفة جدا انها تنط، بس إيجز جرأها ونطوا كلهم وكانوا فرحانين جدا. ولما شافهم ميرلين قال لهم ان في واحد منهم مش معاه مظلة وقعد يضحك وانا مش عارف ليه. وبسرعة قال لهم إيجزي امسكوا في ايد بعض ونفتح المظلات واحد واحد، واللي مش معاه مظلة يمسك في التاني. وفعلا وبدأ اللي قلبهم ضعيف يسحبوا مظلاتهم. وجه الدور على روكسي وإيجزي، وروكسي فتحت مظلتها، وهنا اتأكد إيجزي انه مش معاه مظلة. مسك في روكسي وهم نازلين، وميرلين بيتابعهم باهتمام شديد قوي. وفي الاخر وصلوا ونزلوا على الهدف، وطبعا في 3 بس نجحوا والباقي روحوا على بيوتهم. وجي إيجزي اللي كان متضايق جدا انه الوحيد اللي من غير مظلة، وقال لميرلين هو انا ابن البطة السوداء يعني؟ قال له ميرلين لو عندك مشكلة قول لي في ودني. راح له لسه هيكلمه فتح ميرلين مظلته ومشي. وطلع ميرلين بيحور عليهم وطلع مصيبة. ونرجع لهاري اللي راح لفالنتاين على العشاء على اساس ان هو ملياردير وعاوز يتبرع لمؤسسة فالنتاين. وقعدوا يتكلموا عن الافلام شوية. ولما مشي قالت له الحارسة بتاعته اراقبه، قال لها انا حطيت جهاز تتبع في المشروب بتاعه. وفي الاخبار كان في ناس مشاهير كتير اختفوا، ومنهم قادة كبار كمان. وكمان الناس بيستمروا في استلام شرايح التليفون بتاعت فالنتاين، ووصل العدد لمليار شريحة. ونرجع لميرلين واللي معاه اللي اداهم مهمة انهم يكسبوا ثقة واحدة بنت، وبدأوا يتعرفوا على البنت وكل واحد بطريقة شكل. وبعد ما شربوا جالهم واحد وكلم البنت وقال لها ان في تليفون علشانها، وساعتها كلمهم الراجل ده وفقدوا الوعي فورا. ولما فاق إيجزي لقى نفسه مربوط على قضيب قطر، والراجل ده سأله عن كينجز مان وهاري هارت والقطر جاي عليه. قال له معرفش حاجة. قال له انا قتلت اصحابك لانهم قالوا لي نفس الكلام، كينجز مان تستحق الموت. شتموا إيجزي طبعا وعدى القطر. ولما فاق إيجزي لقى نفسه في حفرة وقدامه هاري، وعرف انه اختبار. ده الحكايه كده. ولما سأل على أصحابه قال له هاري إن روكسي نجحت ولسه تشارلي تعال نشوفه. وتشارلي من أول سؤال جاوب، قال له على كل حاجة. ولما لقى الرئيس أرثر قدامه اعتذر له، وأرثر سابه ومشي. وميرلين هناهم بالنجاح بتاعهم وقال لتشارلي روح على بيتكو ياض. ده اللي كنت قلقان منه من زمان. وقعد هاري يعلم إيجزي على حاجات كتير. ظهر فالنتاين وبيعمل نظام حماية حيوي، وفتحوا كمبيوتر صغير وهيجربوه على كنيسة. وهاري خد إيجزي عشان يفصل له بدلة مضادة للرصاص، وخده قبلها على مخزن سلاح وعرفه على الأسلحة كلها وقال له يستعملها ازاي. واختار له جزمة كمان فيها سكينة مسممة، ووراله كمان قنبلة على هيئة ولاعة. وحاول إيجزي يسرق ولاعة بس على مين ياض؟ قال له رجعها مكانها. ولما طلعوا لقوا فالنتاين قدامهم كان بيفصل البدلة هو كمان، وقعدوا يتكلموا مع بعض وسابوا ومشي. وكان هاري بيراقب فالنتاين وعرف ان في حاجة هتحصل. ونروح لأرثر المدير وقال لإيجزي اضرب النار على الكلب بتاعك. ولما حاول ما قدرش لان الكلب صعب عليه قوي. وفي نفس الوقت ميرلين بيقول نفس الكلام لروكسي اللي ضربت النار بدون تردد. وطرد أرثر إيجزي ونجحت روكسي وبقت عميلة في كينجز مان. طلع إيجزي متضايق جدا وركب عربية أرثر ومشي بيها علشان يضايقه هو كمان. ورجع لبيته، ولما جت امه لقى جوزها ضاربها، سابها وراح له عشان يأدبه وقال له مشي اصحابك وانا هنزل لك. ولما كان هينزل له العربيه اتقفلت عليه ومشيت لوحدها وراحت لهاري. وطلع لهاري اللي قعد يوبخ فيه وقال له ان دي رصاصه في شنك، واحنا بنختبر انك انت تقتل واحد عشان يعيش ملايين. ولحظتها كلموا ميرلين على فالنتاين وانهم هيعملوا حاجه في كنيسه، فطلب من ميرلين طياره عشان يروح هناك وخلى إيجزي يستناه. راح الكنيسه في الولايات المتحده في كنتاكي، والقص بتاعهم عمال يتكلم كلام فارغ. وقام هاري وراح يخرج، وكان فالنتاين بيراقب الكنيسة من كاميرا. ولما شافه هيخرج شغل الاختبار بتاعه فورا. وفجأة يا مؤمن طلع هاري مسدس وفجر راس الولية، وابتدى كل اللي موجودين يضربوا في بعض، وهاري عمال يقتل فيهم، وميرلين عمال يكلمه وهو مش هنا. وكان فالنتاين متابع وهو بيخطط لأكبر من كده. وفكرة فالنتاين انه يتخلص من الجنس البشري لأنه فيروس وهو بيعالج الكوكب قبل ما البشر يقضوا عليه. يا راجل. ولما سألها عن هاري مات ولا لسه، قالت له لا والنسبة 100%.
يعني اللي معاه شريحة تليفون واللي مش معاه حصل له نفس الموضوع، وهاري عمال يكمل عليهم وكله بيدب في بعضه، وفي الاخر خلصوا كلهم الا هاري اللي خرج بره الكنيسة لقى فالنتاين مستنيه هو ورجالته وقتل هاري فورا. انهار اكزي طبعا لما شاف هاري مات وميرلين كمان، وقام اكزي وقعد يشرب ويفكر في كلام هاري، وراح لارثر وقعد معاه ولاحظ ان ارثر عنده علامة في رقبته وعرف انه مع فالنتاين، وحاول ارثر ياخده لصفهم وقال له ان البشر هيدمروا الكوكب ولو ما تخلصناش من الناس بالطريقة دي الطبيعة هتعمل كده، يعني عاوزين يقتلوا الناس عشان يحموا الكوكب. رفض اكز طبعا وحاول يقتلوا ارثر وحط في كاسه سم، بس اكز غير الكاسين طبعا عشان هو حرامي، وفجأة مات ارثر وطلع اكز الشريحة من رقبته، ولما طلع مسكته روكسي واعتبرته خاين، وقفها ميرلين وقال لها انه اثبت ولاؤه، ولو على التليفون رسالة من فالنتاين انهم يروحوا مكان امن او يروحوا المكان الامن بتاعه. اتحركوا الثلاثة وركبوا طيارة، وكانت الخطة ان روكسي تركب منطاد وتدمر القمر الصناعي بتاع فالنتاين، واكز بيكلم ميرلين على الشريحة اللي خدوها من ارثر وعرفوا انها ممكن تتدمر من فالنتاين. لبس اكز بدلة وراح لمكان فالنتاين بدل ارثر اللي مات، ودخل وطلب ميرلين انه يدخله على جهاز كمبيوتر تبع الشبكة بتاعت فالنتاين عشان يعرفوا نظام الحماية، فكلم واحد هناك وافقده الوعي ودخل على النظام. ونرجع لروكسي اللي انفجر منطاد فاختل توازنها، واكز كمان جاي يقوم مسكوا صاحبه اللي اترفد وبقت هيصة والمهمة قربت تفشل، بس روكسي مسكت نفسها وضربت الصاروخ وبدأت في النزول لما المنطاد التاني انفجر، واكز كمان اتخلص من الواد اللي معاه وطلع يجري وشغل فالنتاين الانذار، وبدأ كل جنوده يطاردوا اكزي وهو خارج، وميرلين بيوجهه وهو بيقتل في الجنود بسهولة ومش عارف بيعملها ازاي، وكل ده وروكسي نازله من السما واكزي عمال يقطع فيهم. وكمان فالنتاين بدأ يحط ايده على الآلة وما اشتغلتش عشان الصاروخ دمر القمر الصناعي بتاعه، واتضايق جدا، ولما حلل ميرلين النظام لقى نظام حيوي لبصمة ايد فالنتاين ومش هيقدر يحله. وصل اكزي للطيارة وميرلين قتل اخر الجنود، ولما طلع الطيارة قال له ميرلين ارجع تاني وما تخليش فالنتاين يحط ايده على الآلة، واداله سلاحه ومشي. وفالنتاين كلم واحد صاحبه عنده قمر صناعي قريب وقال له وصلني بيه، ووافق فورا وابتدى يوصله بسرعة جامدة. وميرلين بلغ اكزي اللي عمال يجري، وفجأة طلع له جيش بيجري وراه وقعد يضرب فيهم ويموتهم بالشمسية بتاعته، وجاله واحد خرم الشمسية بطلقاته راح رامي قنبلة عليهم وقعد يضرب فيهم، وفي الاخر حاصروه. وميرلين كمان اتحاصر، وفكر شوية اكزي وقال لميرلين على الشريحة. قام ميرلين وشغل الشريحة وامر بتدميرها هي وكل الشرائح المرتبطة معاها، وفجأة معلم بدأت تنفجر راس الجنود كلها والناس اللي مع فالنتاين، وكل واحد مركب له شريحة، وبقى عيد ميلاد. وقعد فالنتاين يصرخ لما شاف، فرح جدا اكزي وقعد يكلم ميرلين. ساعتها اتكلم فالنتاين في الميكروفون وقال له انا عايش لان ما ركبت الشريحة وهنتقم لاصحاب اللي انت قتلتهم. وحط فالنتاين ايده على الجهاز، اشتغلت موسيقى والناس قعدت تضرب في بعض في لندن وريو وفي كل حتة في العالم، وبقى البقاء للاقوى. ووصل اكزي وضرب نار على الازاز المصفح وشال فالنتاين ايده لما انبطح، وفجأة وقفت الناس، وساعتها نطت جيزيل الحارسة بتاعته وقعدت تضرب نار وبدأوا يضربوا في بعض، والبت جامدة قوي برجليها اللي عاملها سيوف. وفالنتاين حط ايده على الجهاز تاني وبدأت الناس تضرب في بعض تاني وهو عمال يضحك وباين عليه مجنون قوي. ومنظر الناس وهم بيضربوا في بعض منظر جبار كأن جماهير الاهلي والزمالك، وهو قاعد يضحك عليهم. واكزي وجيزيل عمالين يقطعوا في بعض، بس البت كانت جامدة قوي. وفجأة معلم نطوا وطاروا في الهوا وحتة من ماتريكس كده، والبت قطعت له الكرافتة بتاعته، ولما بصت على جزمته اكتشفت ان فيها سلاح، ولقت ايدها متعورة وحست بالسم بيجري فيها ووقعت فورا. ولسه اكزي بيبص عليها صرخ في ميرلين قال له اقتله فورا. اقتله ده ولا اعمل ايه؟ اقتله وخلص العالم من غبائه. مسك سلاح البت ورمى عليه ورشقه في ظهره، راح مرجع فورا وشال ايده فورا ووقع ومات، وانتهت المهمة بنجاح. وراح اكزي وحرر الاميرة وانقذ اكزي واللي معاه العالم كله من الدمار اللي كان هيعمله فيه. Take time to get your coordination back.
ده الجزء الثاني من كينجز مان. بيبدأ الفيلم مع إجزي وطلع له تشارلي اللي اترفد من كينجز مان وشكله متغير شوية. عرفوا إجزي طبعا وطلب منه انه يركب معاه عربيته وكان مهدده، ومعاه كمان عربيات تانية. فتح إجزي الباب ودخل تشارلي قبله، والسواق اللي كان اسمه بيت جري بالعربية وبتطاردها العربيات الباقية وقعدوا يضربوا بعض، وكانت معركة جامدة شوية. وإجزي كهرب تشارلي، بس واضح ان تشارلي بقى عنده امكانيات جامدة لانه ما تأثرش، وفتح إجزي الباب يوقع تشارلي. بس تشارلي كان عنده ايد حديد وطلع إجزي مسدس وصد تشارلي طلقاته، ومسك المسدس وكان هيكسر له ايده، وبدأ يعجن إجزي. وطلع إجزي بره العربية ومسك في الباب ونط فوق العربية بسرعة، وضربوا تشارلي ووقعوا على باب العربية اللي اتكسر وقعد يسحب بيه. ودخل العربية من شنطتها لما حاولوا يخبطوه، ودخل على تشارلي اللي بيحاول يخترق الكمبيوتر، ومسكوا تشارلي ولسه هيديله برجله اللي فيها سكينة مسممة. قطعها تشارلي ورشقت في رقبة السواق اللي مات فورا، وخبطت العربية وطار منها تشارلي بره والعربيات حواليه. عمل إجزي حركة وخمس بالعربية ومشي بيها والعربيات وراه، وانا عاوز عربية زي دي. بيوتيفول. وبدأوا يضربوا عليه نار، وكلم ميرلين انه يفجر العربيات دي. قال له ما ينفعش هنا عشان الانفجار هيكون شديد قوي، ومشاه ناحية الجنوب وشغل الاشارات كلها خضرة. ايه الموضوع ده؟ وطار إجزي بالعربية، وكانت مطاردة جامدة قوي والكاوتشات تنفجر وتتنفخ تاني. ودخل إجزي منتزه وطلب من ميرلين انه يفجرهم، واداله الموافقة. وطلع إجزي صاروخ اتقسم ل3 ودمر العربيات مرة واحدة، والشرطة وراه، ووجهه ميرلين لبحيرة ونزل فيها إجزي اخيرا وحبس نفسه لان الازاز بتاعه كان مكسور. وتحولت العربيه لسفينه كمان ووصلت مكانها اخيرا واتسحبت الميه. وطلب إجزي يروح بسرعه علشان عنده عشاء. قال له ميرلين لو مستعجل انزل من البلاعه، ونط فعلا. وظهرت ايد تشارلي في العربيه ودخلت على الكمبيوتر وخدت كل المعلومات بالتحكم عن بعد. طلع إجزي اخيرا ودخل على خطيبته اللي كانت مخطوفه في الجزء الاول، وكانت قرفانه من شكله قوي، وراح ياخد دش. وظهر إجزي مع اصحابه، وكان عيد ميلاد واحد منهم اسمه براندون، وقعدوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. وطلب إجزي من براندون انه يقعد مع الكلب بتاعه عشان رايح يقابل اهل خطيبته. وظهرت واحده اسمها بوبي بتتاجر في المخدرات وقاعده في قلعه محصنه، وبتكلم واحد من رجالتها جايب لها واحد جديد للشركه بتاعتها اللي مسميها الدايره الذهبيه، وعزمتهم على الاكل. وبوبي قالت للراجل الجديد اللي كان اسمه انجل ان تشارلي صاحبه غلط، وطلبت منه يحطه في المفرمه. قعدوا يضحكوا مع بعض وفاكرينها بتهزر، وهي قامت وشغلت المفرمه وبصت عليهم. وتشارلي طلع يجري، وبوبي صفرت طلع له كلاب رجعوه تاني، ومسكوا انجل وضربوا وحطوا في المفرمه. ايه الحوار ده يا عم الحاج؟ ونزل اللحم المفروم بتاعه. خطير انا. اثبت. وباين على بوبي دي انها مجنونه جدا، وخدت شويه من اللحمه المفرومه دي وطلبت من انجل يروح للصالون عشان يحولوه، وبدات تعمل له الاكل. ونروح لإجزي في الاجتماع بتاعهم، وبدا ميرلين يديهم معلومات عن تشارلي اللي رفضوا انضمامه ليهم، وانه دخل منظمه مجهوله بتمسح البصمات وبيحطوا وشم ذهب على شكل دايره، وبيتكلموا عن بوبي والمنظمه بتاعتها. ونرجع لانجل اللي بدات الآلية تعمل له كل حاجه، ولما رجع لبوبي لقاها مجهزه له لحمه تشارلي وبدا ياكله. ونروح لإجزي على العشاء في السويد مع خطيبته واهلها، وبدا ابوها يساله عن حاجات كتيره قوي، وروكس تقول له في السماعه ويرد عليه، وانبهر بيه ابوها وشغال اسئله، وخطيبته فرحانه بيه قوي كل ما يجاوب على اي سؤال. وبدات روكس تتضايق من كتر الاسئله، واكتشفت ان العصابه دي اسمها الدايره الذهبيه، وقالت لإجزي. ودخل براندون صاحبه الاوضه بتاعته وداس على زرار اتفتح مكان الاسلحه، وخد نضاره ولبسها، وشاف إجزي واللي معاه وكلمه، وراح يولع سيجاره بالولاعه. اتجنن إجزي وقعد يزعق عشان يقفلها، ودخلت الامور في بعضها، والامير فاكره بيكلمه، واخيرا قفلها. واعتذر لهم إجزي لما فاق لانهم مش عارفين حاجه. وفجاه جه صاروخ ودمر بيت إجزي اللي اترعب، وبيت روكسي كمان، وكل اعضاء كينجز مان اللي كانوا في اجتماع واختفوا كلهم، ورئيسهم ارثر كمان. وظهرت بوبي وهي اللي عملت كل ده، وساعدها تشارلي، وجابت له كمان ايد صناعيه بدل التانيه بس اشد منها كمان، وركبتها له وجربها وخرم الحيطه بيها. ونروح لإجزي اللي واقف عند مبنى كينجز مان، وطلع له ميرلين وحاول يقتله، وطلع له ميرلين دراع تشارلي وقال له هو اللي عمل كده. وإجزي كان زعلان جدا، بس ميرلين هداه وقال له هنعمل اخر اجراء. وخدوا ميرلين وراحوا محل خمور، ودخلوا غرفه رقم 3. ولما فتحوا الخزنه لقوا فيها ازازه ويسكي كبيره، وقعدوا يشربوا. وميرلين عمال يعيط، ومسك إجزي الازازه لقاها مكتوب عليها كنتاكي في الولايات المتحده. وراحوا هناك ودخلوا جوه مؤسسه اسمها
ستيتمان لتصنيع الخمور، وفتح ميرلين برميل كبير ونزل منه خمرة، وطلع لهم حارس ستيتمان وقال لهم انت مين ياض انت وهو، وسد البرميل وابتدى يضرب فيهم، وميرلين فقد الوعي فورا، وايجزي كمان فقد وعيه بالساعة بتاعته، وحقق معاهم الحارس ده وغرقهم بالويسكي وكان هيولع فيهم وباين عليه مجنون قوي. ولما رفضوا يقولوا له حاجة فتح مراية ووراهم هاري اللي مات. نقلنا على الهند يا عم الحاج، وكان رايح يقتله فجأة وقفته زميلته وقالت له انهم الفرع التاني بتاعنا واللي كان اسمها جينجر وهو كان اسمه تيكيلا. ولما فكوهم راحوا لهاري فورا وخاف منهم ومعرفهمش وكان عنده فقدان ذاكرة، وطلعوا لهم وسألوهم عن اللي حصل، حكوا لهم انهم انقذوه بعد فالنتاين ما قتلوا، واستخدموا حاجة اسمها الفا جيل اللي بتحمي المخ واعراضها انها ترجع الواحد لذاكرته القديمة بس، وطلبت منهم يحاولوا يفكروه بنفسه. وصل تيكيلا وايجزي عند رئيسهم شامبانيا كلهم باسماء الويسكي، ورحب بايجزي وحطوا كل امكانياتهم تحت امره، وسالوا ايه المشكله. حكالوا عن انهم عاوزين يتخلصوا من كينجز مان، وانهم بيخططوا لاكبر من كده، وانهم عصابه بيسموا نفسهم الدايره الذهبيه وبيشتغلوا في المخدرات، ومعاهم تشارلي اللي كان هيبقى واحد منهم. وسالوا شامبانيا هتوصل لهم ازاي، قال له انا اعرف حبيبته اللي هتروح حفله قريب، وشامبانيا قال له خد تيكيلا معاك. ولما بص على وشه لقى مريض بطفح جلدي من تاثير مخدرات بوبي، وراح على العياده فورا وقدم له العميل ويسكي يروح بداله. ونروح لميرلين وجينجر اللي بتقول له لازم نصدم هاري علشان نرجع الذاكره بتاعته، وغرقوه بالميه وقتها وكان هيموت، وميرلين ما استحملش ووقف الجهاز ودخله وحاول يفكره انه في كينجز مان، وللاسف ما افتكرش اي حاجه. ونرجع لايجز اللي بيودع تيلدا خطيبته في انجلترا، وخدوا ويسكي وكان مديله جهاز تتبع، وصلوا للحفله وحاول ويسكي يتعرف على البنت بس رفضت، ودخل ايجزي وعرفته بنفسها فورا واسمها كان كلارا، وعزمته على كاس كمان. ولاحظ ايجزي ان في ناس كتير مصابه بطفح جلدي وبعتها لميرلين اللي ربطها مع الدايره الذهبيه. ونروح لايجزي اللي خدته كلارا للخيمه بتاعتها، ودخل الحمام وكلم تيلدا، وبعد كده طلع وحط جهاز التتبع مع كلارا واكتشف انها من الدايره الذهبيه كمان. وطلع ايجزي وحاول يكلم تيلدا ما رضيتش تكلمه، واتصل ايجزي بتيلدا تاني وكانت بتشرب مخدرات هي كمان عشان تنسى. احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. وايجزي جاب كلب هديه لهاري اللي عجبه قوي وحاول يقتل الكلب، وهاري كان مرعوب وفجاه شاف الفراشات كلها بتطير وافتكر كل حاجه فورا ورجعت له ذاكرته كلها، وفرح جدا ايجزي وحضنه. وراحوا قعدوا على قهوه ومعاهم ويسكي وجابوا لهاري هدايا، وفجاه قام واحد واتريق على هاري اللي قام وقفل الباب وراح مطير كوبايه ومسكها ويسكي، وبداوا يضربوا هاري ويضرب فيهم وعجنوه، وقابلهم ويسكي بكرباج وعمل العرض بتاعه وكسرهم كلهم بطريقه رعاة البقر وخلص عليهم كلهم. وفجأة دخلت بوبي على التلفزيون وطلبت من الرئيس يتفاوض معاها لأنها عملت فيروس هيقضي على الناس اللي بتتعاطى منتجاتها كلها، وورتهم المرحلة الأولى اللي هي الطفح الجلدي الأزرق، والمرحلة الثانية كانت الجنون، والمرحلة الثالثة الشلل، والرابعة الموت. وده كله كان في خلال 4 أيام بس، وإن هي كمان معاها العلاج وجربته قدامهم، ومستعدة إنها تبعت العلاج لكل دول العالم بس بشرط إن المخدرات تبقى مشروعة، وعاوزة حصانة كاملة كمان. وبدأ الناس يتلموا زي النمل قدام المستشفيات وبقت كارثة. وجينجر جمدت تيكيلا لحد ما يحلوا الأزمة، وبدأ الرئيس يتناقش وأصدر أوامره إنه يقضي على المدمنين كلهم، وما وافقش على طلبات بوبي بالرغم من معارضة النائبة بتاعته. وطبعا شامبانيا كان بتابع الرئيس واتضايق جدا، وهاري حدد موقفه إنه هيروح لمخازن بوبي ويجيب العلاج. وقطعتهم جينجر بمكالمة لتشارلي وحبيبته اللي بتقول له إنها اتصابت بطفح جلدي، وادها عنوان المختبر في إيطاليا عشان يديها العلاج. طلب شامبانيا ان هاري وايجزي وويسكي يروحوا لايطاليا، وويسكي ما كانش موافق ان هاري يروح معاهم، بس ايجزي قال لهم مش هيروح من غيره لان عنده مهارات وفطنه. وظهرت شارلي اللي ادى خطيبته العلاج وشفيت فورا، وجينجر بلغت ويسكي ان العلاج موجود فعلا. ولما وصلوا ويسكي قال لهاري خليك في غرفه التحكم وتحكم فيها فعلا. وصل ايجزي وويسكي لباب المختبر وفتحوه، وطلع مكان كبير قوي، وطلب ايجزي من الموظف يديله العلاج عشان الشحن. وشافوا تشارلي وخد ايجزي وحده علاج وسلم على كلارا وطلع يجري، وقفلت جينجر الباب وراهم. وطلبوا من هاري يقفل الباب بس كان عنده فراشات، وفاق اخيرا وقفل الباب واتحركوا. وشافهم تشارلي اللي عطل المركبه بتاعتهم وبدا يخليها تلف بسرعه جامده جدا، وطلع ويسكي الكرباج بتاعه وفتح فتحه في الازاز واختل توازن المركبه ووقعت وبدات تتخبط وتجري على الجليد. وفتح ايجزي مظله قبل ما المركبه تخبط دار مسنين، وراح لهم هاري في كوخ، وجات وراه عساكر كتير قوي
قوي وخبط ويسكي اكزي ووقع منه العلاج واتكسر، وبدأ هاري يضرب عليهم وطلع ويسكي لوحده. وهاري قال لاكزي ان ويسكي بيشتغل مع بوبي، ما صدقهوش اكزي وافتكره تعبان. وويسكي عمل الاستعراض بتاعه وتخلص من الجنود، وكان عميل جامد قوي. وجات لهم عربية جنود تانية وحاوطوا الكوخ كله، وفجأة طلع هاري مسدسه وقتل ويسكي فورا بطلقة في دماغه، وصرخ اكزي وبدأ الجنود يضربوا نار. وطلع هاري علبة البرفان بتاعته ورماها عليهم، وفجأة الدنيا كلها هديت. بص عليهم اكزي لقاهم اتحولوا لتماثيل، وقعد اكزي يتخانق مع هاري لانه قتل ويسكي، بس هاري متأكد من خيانته لانه وقع العلاج وهو قاصد. عالجوا اكزي بألفا جيل، واتصل بميرلين وقال له ان ويسكي خد طلقة وهو هيروح المختبر تاني عشان يجيب العلاج. وتشارلي لسه خطيبته كانت بتكلمه، راح مفجر المصنع كله باللي فيه، وغير اكزي اتجاهه لسنغافورة لمكان واحد هيوصل بضاعة، وهو عرف اسمه من الامن. وطلب هاري يعرف هوية وونج ده. وميرلين اكتشف رسالة من بوبي لشريكها، وعرفوا انه في كمبوديا. وبدأ الرئيس يحبس الناس المصابة في اقفاص، وملى البلد اقفاص. وميرلين بلغ هاري واكزي ان ويسكي كويس وهيفوقوه على طول. اعترض هاري وقال له ان هو اللي قتله لانه بيشتغل على الحبلين ولازم يبعدوه لحد ما يخلصوا المهمة. واكتشف هاري ان خطيبته هي كمان مريضة، وكلمت بوبي الرئيس تاني وبعتت له المحامي بتاعها عشان يمضي على العقود، وقالت له انه اول ما يوقع عندها مخازن في كل الدول، وهتحط الكود بتاعها في كمبيوتر وهتتوزع بطيارات فورا. اتحرك اكزي وهاري وميرلين بالطيارة، وجينجر فوقت ويسكي وراح يعكسها، ورت له صورة مراته اللي ماتت، ورجعت له الذاكرة فورا. وسألها عنهم، قالت له راحوا كمبوديا، وطلب طيارة يروح لهم بيها. وميرلين اداهم اسلحتهم ووصلوا قدام القصر، وداس اكزي على لغم ارضي. وميرلين حاول يجمد اللغم بس زق اكزي ووقف مكانه عشان يضحي بنفسه. وشكروا هاري واداله التحية وودعوه. وبدأ ميرلين يغني بصوت عالي عشان يشغل الحراس اللي راحوا له، وشال رجله وفجرهم معاه. وميرلين ده كان شخص كويس جدا. وبدأ هاري واكزي ينتقموا ويضربوا في الحراس، واشتغل الانذار بتاعهم، وبدأ الحراس كلهم يطلعوا. واكزي معاه امكانيات جامدة قوي، والضرب شغال من كل حتة. اشترك يا جميل عشان ما تنساش. ولما خلصوا عليهم دخلوا على بوبي، وطلبت من تشارلي يجري بالشنطة، وجري وراه اكزي. وهاري طلع له كلبين حديد، وتشارلي قعد يضرب اكزي بايده اللي مركبها وكانت جامدة قوي. وهاري الكلاب عمالة تاكل في الشمسية بتاعته، وطلع يجري بره. وتشارلي عمال يعجن اكزي اللي خد الشنطة وجري، ومسكه تاني ومرمطه وعمال يخبط فيه. ونروح لهاري اللي الكلب هياكله، فطلع المغني صاحبهم قدامه وحماه، ومسك تشارلي كرة بولينج وهيرميها على اكزي اللي اتحكم في دراعه. وبدأ تشارلي ينهار، وهاري كمان مسك كورة وقعد يضرب في الكلب ويختفي لحد ما مسكوا كورتين وضربوهم في الكلب اللي اتدمر. وقعد تشارلي يضرب في نفسه، وشعلقوا اكزي فوق شجرة وتخلص منه اخيرا. وراح له هاري وطلع لهم الكلب التاني، ومسك هاري اللي رمى عليه الدهب السايل وتخلص منه اخيرا. وقام تشارلي تاني بعد ما خلع دراعه، وقعد اكزي يضرب فيه وطلب منه الكود ومرضيش يديهوله، وقتلوا في الاخر اكزي عشان ينتقم لاصحابه. وخد الشنطة هو وهاري ودخلوا لبوبي، وطلبوا منها كود التفعيل بتاع طيارات العلاج. رفضت طبعا، ومسكوها وادوها حقنة هيروين من الحقن بتاعتها. والحقنة دي كانت متسرعة كمان انها تعمل مفعولها خلال دقايق. وفورا اديتهم كلمة السر اخيرا وماتت. ولسه هاري بيكتبها طلع لهم ابو كرباج وخنق هاري. واكزي بيكلمه ان هاري غلط، قال له لا، هاري ذاكرته جبارة زيي وعنده امكانيات جامدة جدا. وقعد يتكلم معاهم شوية كلام فارغ، وكان متضايق جدا من المدمنين لانهم قتلوا مراته، وكان عايز ينفذ الموضوع. واكزي عمل ان هو صدقه وانه بقى معاه، وبدأ الضرب. وخلع هاري الحبل من رقبته، وبدأ ويسكي يعمل الاستعراض بتاعه، وهما الاتنين مش قادرين عليه. وهاري بدأ يكسر فيه، وراحوا شايلينه وحطوه في المفرمة اخيرا. وحط اكزي الشفرة وافرجوا عن العلاج اللي بدأ يتوزع على كل العالم. ورئيسة الوزراء اتهمت الرئيس بقتل الملايين وقبضوا عليه، طبعا يستاهل. ونروح لشامبانيا اللي هنهم بالنصر، وطلبت جينجر انها تبقى ويسكي. وافق طبعا رئيسهم فورا، وراح هاري يحضر جواز اكزي من الاميرة تيلدا. وانتهى فيلم النهارده يا شباب. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. اشترك في القناة وفعل الجرس ضروري علشان تشاركنا ونتمتع مع بعض بكل جديد، وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.